عن قضية حصلت في الصين سنة 2006 لما 3 ستات فوق سن 70 سنة هيموتوا في بيوتهم بطريقة صعبة جدا خلال 2 سنين بس. الشرطة لما يبدأوا التحقيقات بتاعتهم هيلاحظوا أوجه الشبه الكبيرة في كل الجرائم اللي معاهم، وهيعرفوا إنهم بيدوروا على قاتل متسلسل ذكي جدا ومش بيسيب أي دليل وراه. وحتى لما الشرطة ينجحوا في إنهم يقبضوا على المجرم هيبقوا مش عارفين العدد الحقيقي للضحايا بتوعه، وهل هو قاتل متسلسل ولا لأ. يا ترى مين المجرم ده وليه كان بيستهدف الضحايا بتوعه من الستات الكبيرة في السن تحديدا؟ ده اللي هنعرفه من أحداث قصتنا. بس قبل ما نبدأ عايزين كلنا زي ما احنا متعودين نصلي على النبي وندعي لإخواتنا المظلومين في كل مكان، ربنا ينصرهم ويصبرهم. يوم 17 نوفمبر سنة 2006 في 2 متجوزين كانوا راجعين لشقتهم الموجودة في الدور السادس. أول لما الراجل ده فتح باب الشقة هيلاقي أمه مرمية على السرير ومتغطية ببطانية وفي جخومة كبيرة من الملابس مرمية عليها. الراجل لما يشيل الملابس والبطانية دي عشان يشوف هو إيه اللي حصل لأمه هيلاقي إن إيديها كانت مربوطة ورا ظهرها بالملابس ورجليها كانت مربوطة بحبل وكانت فاقدة للوعي بشكل كامل. الراجل ده كلم الشرطة بسرعة وقال لهم على كل اللي حصل، وفعلا الشرطة والإسعاف وصلوا بسرعة جدا لمسرح الجريمة ونقلوا الست دي للمستشفى. بس للأسف أول لما وصلت لهناك ماتت في الحال. الشرطة لما شافوا الجروح والكدمات اللي كانت موجودة عند الست دي كانوا متأكدين بنسبة 100% إن اللي حصل لها في اليوم ده كان جريمة قتل. عشان كده بعتوا الجثة بتاعتها للتشريح عشان يشوفوا هو إيه اللي حصل في اليوم ده. الست دي كان اسمها جوا جوي جان وعندها 74 سنة، والشرطة عرفوا إنها كانت موجودة لوحدها في البيت في اليوم ده لأن زوجها مات وهي عندها 40 سنة وكانت عايشة في البيت ده مع أطفالها اللي كانوا بنتين وولد. طبعا بناتها الاتنين كانوا اتجوزوا وعايشين مع أزواجهم، وفي الوقت الحالي كانت عايشة في الشقة مع ابنها وزوجته اللي هم أصلا اكتشفوا الجثة بتاعتها. الشرطة بدأوا يتكلموا مع ابن الضحية وزوجته عشان يشوفوا لو حد فيهم متورط في الجريمة اللي حصلت. سألوه كمان لو والدته كان ليها أي أعداء أو في أي حاجة مش طبيعية حصلت للعيلة في الفترة الأخيرة. ابن الضحية قال للشرطة إن في الفترة الأخيرة والدته كان عليها ديون كتير جدا لدرجة إن وكالة تحصيل الديون عملوا علامة كبيرة جدا على بيتهم لونها أحمر. طبعوا كمان صور كتير لأفراد العيلة وكان مكتوب على الورق ده بخط كبير هاتوا الفلوس اللي عليكم. الورق ده كان موجود في كل مكان في البيت لدرجة إنهم كانوا لازقينه في الطرقة اللي بتوصل لشقتهم. طبعا بعد المعلومات اللي وصلت للشرطة دي أفراد الشرطة بدأوا يفكروا إن ممكن الجريمة اللي حصلت تكون مرتبطة بالديون اللي على العيلة. يعني أفراد العيلة دول لما رفضوا إنهم يدفعوا الفلوس اللي عليهم صاحب الديون دي قرر إنه ينتقم منهم ويقتل الست دي. الشرطة لما هيمشوا ورا المعلومة دي هيلاقوا إن كل الفلوس اللي كانت على أفراد العيلة دي كانت لشركات قانونية، يعني كل الإجراءات اللي بيعملوها بتبقى بس عشان يخوفوا العميل ويخلوه يدفع، إنما مفيش أي شركة منهم ممكن توصل إنها ترتكب جريمة قتل في حق العميل. الشرطة لقوا كمان إن في حاجات كتير كانت مفقودة من بيت الضحية زي الخواتم الذهب والسلاسل وحوالي $1600 كانت مخبياهم في البيت. الحاجة الغريبة إن جوي جين كانت معروفة إنها مقتصدة جدا في حياتها وما كانش معاها فلوس أصلا، فإيه اللي جاب $1600 دول في شقتها؟ الشرطة عرفوا إن $1600 دول كانت واخداهم من بنتها قبل كام يوم بس من الجريمة اللي حصلت. عرفوا كمان إن كل أفراد العيلة كانوا عارفين إنها أخدت الفلوس دي من بنتها، معنى كده إن ممكن ابنها وزوجته يكون لهم علاقة بموتها. اللي زود الشكوك دي عند الشرطة أكتر وأكتر إن الباب بتاع البيت ما كانش فيه أي علامة اقتحام، وآخر حد شاف الضحية قبل موتها كانت زوجة ابنها. كل المعلومات اللي الشرطة جمعوها دي كانت بتوضح لهم إن اللي عمل الجريمة دي هي زوجة ابن الضحية، واحتمال كمان ابنها يكون مشترك معاها في الجريمة. الشرطة فعلا قبضوا على زوجة ابن الضحية واتكلموا معاها لفترة طويلة جدا، بس اضطروا انهم يخرجوها من السجن لما ما كانش فيه اي دليل ضدها. بعد حوالي 20 يوم من التحقيق في القضية، وتحديدا يوم 8 سبتمبر سنة 2006 في جريمة تانية هتحصل مشابهة تماما للجريمة اللي حصلت لجوي جان. الشرطة اكتشفوا الجريمة دي لما واحد من الجيران لاحظ انه مش بيشوف جارته بقالها يومين او اكتر، ولان الضحية كانت عايشة لوحدها
وكانت مرة وقعت في المطبخ من سنتين وحصل لها كسر، فالجيران كانوا بيطمنوا عليها من فترة للتانية عشان بيخافوا ان الحادثة اللي حصلت من سنتين ممكن تتكرر مرة تانية. بس في اليوم ده تحديدا خبطوا على الباب كتير جدا ومفيش اي حد كان بيرد عليهم. حاولوا انهم يبصوا عليها من فتحة البريد عشان يعرفوا هي جوه البيت ولا لا، وفعلا ظهرت وهي واقعة قدام الحمام ووشها متغطى بقطعة قماش وكان في كمية كبيرة من الدم موجودة على جسمها. الناس كانوا مستغربين جدا من المنظر اللي شافوه وكانوا متأكدين انها المرة دي ما وقعتش لوحدها، خصوصا لما شافوا وشها متغطى بقطعة قماش. عشان كده ما حبوش يضيعوا اي وقت وكلموا الشرطة بلغوهم باللي شافوه. الشرطة وصلوا بسرعة لمسرح الجريمة وكسروا الباب بتاع الشقة ولقوا الست اللي كانت واقعة على الأرض دي جسمها كان بارد جدا وزيها زي الضحية اللي فاتت. الشرطة لقوا ان الضحية دي برضه كانت مربوطة من ايديها، بس المرة دي كانت مربوطة بشريط لاصق مش بملابس زي الضحية اللي قبل كده. المختلف برضه في الضحية دي ان الجروح اللي في جسمها كانت كتير جدا وكانت موجودة في كل أنحاء جسمها. تشريح الجثة وضح ان الضحية تعرضت للضرب كتير جدا وكان عندها كسر في 8 ضلوع وفي واحد من أسنانها كانت مكسورة، ولقوا ان المجرم ضربها أكتر من 12 ضربة في منطقة الراس بشكل مباشر. الشرطة طبعا كانوا شايفين من أول لحظة الشبه الكبير في الجريمة دي والجريمة اللي حصلت من 23 يوم بالظبط، عشان كده كانوا مقتنعين بنسبة كبيرة ان المجرم في القضيتين هو نفس الشخص. الضحية المرة دي كان اسمها اون كي يوان وعندها 82 سنة، وبرضه زي الضحية اللي قبلها زوجها توفى وهي صغيرة في السن وكان عندها ولدين وبنت. مع الوقت طبعا كان كل واحد من ولادها بيتجوز ويشوف حياته، عشان كده قبل حوالي 10 سنين من الجريمة اللي حصلت كي يوان نقلت عشان تعيش في الشقة اللي حصلت فيها الجريمة وكانت عايشة في الشقة دي لوحدها. كي يوان كان معروفة عند الجيران ان عندها عادة كده انها طول الوقت كانت بتقفل الباب الحديد وتسيب الباب الخشب مفتوح وبتقفله بس لما تدخل تنام في اخر اليوم. الشرطة كانوا فاكرين ان المجرم استغل ان الضحية دي واحدة ست كبيرة في السن وبتتحرك بصعوبة وعايشة في البيت لوحدها ودخل للبيت عشان يقتلها ويسرق كل الفلوس اللي معاها. بس الشرطة لما دوروا في البيت لقوا ان مفيش اي حاجة ليها قيمة كانت مفقودة من البيت. الموضوع ده كان غريب جدا بالنسبة للشرطة لان اكيد اللي هيرتكب جريمة زي دي هيبقى عاملها بغرض السرقة. الغريب برضه في القضية دي واللي برضه بيخليها مربوطة بالجريمة اللي قبل كده ان ابن الضحية كان برضه عليه ديون كتير والمحصلين بتوع الديون دول كان بقالهم شهرين بيترددوا على بيته. الشرطة بدأوا يحسوا بالقلق وكانوا خايفين ان حد من الشركات بتاعة تحصيل الاموال دي يكون هو اللي بيختار الضحايا اللي ما بتقدرش انها تدفع فلوس وبيتخلص منهم. وفعلا بدأوا يعملوا مقابلات مع الموظفين اللي في الشركات دي، بس المقابلات دي ما وصلتهمش لأي جديد واقتنعوا ان التشابه اللي حصل في القضيتين دول كان مجرد صدفة. ولأن الشرطة كانوا خلاص وصلوا لطريق مسدود في القضيتين اللي معاهم وما كانوش عارفين يوصلوا لأي مشتبه فيه، فالتحقيق في القضيتين دول اتقفل لحد ما هتحصل مفاجأة بعد 15 شهر تقريبا. يوم 7 مارس سنة 2008 في واحد كلم الشرطة وقال لهم ان والدته بالتبني ماتت في شقتها. الشرطة اخدوا منه العنوان ووصلوا بسرعة لمسرح الجريمة ولقوا ان الضحية المرة دي كانت واقعة على أرضية المطبخ وبرضه ايديها كانت مربوطة ورا ظهرها بشريط لاصق ووشها كان متغطي ببطانية لونها أحمر. الشرطة لقوا برضه ان الضحية كانت بتعاني من جروح وكدمات في كل أنحاء جسمها تقريبا، وبرضه معظم الضربات كانت في منطقة الراس. تشريح الجثة وضح ان الضحية اللي معاهم ماتت بعد حوالي 12 ساعة من الهجوم اللي حصل عليها وانها فضلت موجودة في الشقة لمدة يومين من غير ما حد يكتشف جثتها. الشرطة بدأوا التحقيقات بتاعتهم وطبعا اول حد اتكلموا معاه وكانوا مشتبهين فيه كان الشخص اللي بلغهم عن الجثة، والشخص ده هو ابنها بالتبني. الشرطة سألوه عن علاقته بالضحية وهو قال لهم ان الاتنين علاقتهم ببعض كويسة جدا ومفيش بينهم اي مشاكل. سألوه عن اخر مرة شاف فيها الضحية وهو قال انه شافها قبل 3 ايام من الجريمة اللي حصلت. تحديدا هو شافها يوم 4 مارس لما اخدها لحد البنك عشان كانت عايزة تسحب فلوس من هناك. بيقول ان في اليوم ده سحبت حوالي $380 وبعدين اخدها رجعها للبيت. خلال اليومين اللي بعد كده كان بيحاول انه يكلمها كتير عشان يطمن عليها بس هي ما كانتش بترد عليه. عشان كده في اليوم الثالث قرر انه يروح لها بنفسه عشان يطمن عليها. اول لما وصل للشقة وخبط على الباب كتير جدا ولقى ان مفيش حد بيرد عليه قرر انه يدخل للشقة بنفسه بالمفتاح الاحتياطي اللي كان موجود معاه. طبعا بعد كده اكتشف جثتها وكلم الشرطة والشرطة بدأوا يدوروا في البيت ولقوا ان المحفظة بتاعت الضحية ودفتر الحساب وقطعتين ذهب ده غير طبعا $380 اللي سحبتهم من البنك ما كانش ليهم اي اثر في البيت. معنى كده ان الجريمة دي
حصلت بغرض السرقة. الضحية المرة دي كان اسمها يان سوان وعندها 80 سنة، وكانت عايشة في الشقة لوحدها لأن زوجها مات من حوالي 3 سنين وهي ما عندهاش أي أطفال. الشرطة برضو لاحظوا إن الجريمة دي كانت بتشبه الجريمتين اللي فاتوا، وكان واضح بالنسبة لهم إن المجرم بيستهدف الستات الكبيرة في السن اللي عايشين لوحدهم. تحديدا كمان هو كان بيختار الستات اللي ما بتقدرش تمشي أو بتواجه صعوبة في المشي عشان يقدر إنه يقتلهم من غير أي مقاومة. بعد كده كان بيربطهم من إيديهم ورجليهم، وبعد ما يرتكب الجريمة كان بيغطي راس الضحية في كل مرة. الحاجة برضو اللي كانت مشتركة في كل الجرائم اللي معاهم إن في ال3 مرات ما كانش فيه أي علامة اقتحام في البيت، يعني واضح إن الضحية بتفتح للمجرم الباب بنفسها. يعني دلوقتي الشرطة معاهم 3 جرائم قتل مشابهين جدا لبعض، قريبين جدا في المنطقة مع بعض، ده غير إن كل الجرائم دي حصلت خلال 2 سنين بس. فالسؤال المنطقي اللي كل أفراد الشرطة كانوا عايزين يعرفوا إجابته، هل ال3 جرائم دول كانوا فعلا ليهم علاقة ببعض ولا كل ده كان مجرد صدفة؟ الشرطة قرروا انهم يركزوا كل الجهود بتاعتهم في الضحية الأخيرة، خصوصا لما عرفوا ان دايرة المعارف بتاعتها ما كانتش كبيرة، يعني هيبقى سهل انهم يحددوا التحركات بتاعتها. عشان كده الشرطة بدأوا يتكلموا مع ابنها بالتبني، وهو قال انها كانت بتجيب معظم الاحتياجات بتاعتها من مركز تسوق اسمه تشيك كيب ماي. الشرطة ركزوا مع مركز التسوق ده وكانوا بيتكلموا مع كل الناس اللي موجودين هناك عشان يعرفوا هم امتى اخر مرة شافوها هناك. وفعلا واحدة من اللي الشرطة اتكلموا معاهم كان اسمها ينجي وكانت جارة الضحية. ينجي بتقول ان يوم 4 مارس حوالي الساعة 10 الصبح شافت الضحية وهي خارجة من مركز التسوق، وهما الاتنين كانوا قاعدين مع بعض في استراحة قدام المتجر. ولانها عارفة ان يان سوان هي ست كبيرة في السن وعندها صعوبة في المشي، فقررت انها توصلها بالطلبات اللي معاها لحد البيت. فعلا وصلوا للمبنى اللي هم عايشين فيه، ويان سوان كانت ساكنة في الدور ال11، بس كانت بتطلب الاسانسير في الدور ال10 لان الاسانسير في الدور ال11 مش شغال. يعني هي كانت بتطلب الدور ال10 وبتطلع الدور اللي باقي ده على رجليها لحد ما توصل للدور ال11. ينجي بتقول انهم في اليوم ده لما كانوا راكبين الاسانسير في واحدة غريبة كانت راكبة معاهم وعرضت على يان سوان انها توصلها لشقتها. ينجي كملت معاهم وكانت هي اللي بتساعد يان سوان في انها تطلع على السلم، والست التانية كانت شايلة الطلبات بتاعتها. اول لما وصلوا عند باب الشقة الست الغريبة دي قالت ليان سوان هي فين المفاتيح، ويان سوان خرجت المفاتيح وسلمتها للست. ينجي بتقول انها اول لما شافت يان سوان بتدي المفاتيح للست الغريبة دي فكرت ان هما الاتنين عارفين بعض، عشان كده سابتهم واتجهت لشقتها. الشرطة لما عرفوا كل المعلومات دي من ينجي بدأوا يراجعوا كاميرات المراقبة الموجودة في مركز التسوق وكاميرات المراقبة الموجودة في العمارة عشان يعرفوا هو الكلام اللي بتقوله ده صح ولا لا. وفعلا الشرطة لما راجعوا الكاميرات لقوا ان كل الكلام اللي قالته ينجي كان متوافق مع اللقطات اللي شافوها. لقوا كمان ان حوالي الساعة 11 الصبح ينجي كانت داخلة الاسانسير مع يان سوان وكان معاهم واحدة محدش يعرفها، وبعد 40 دقيقة بالظبط الست الغريبة دي ظهرت في لقطات المراقبة وهي بتركب الاسانسير وخارجة من المبنى. الشرطة كانوا شايفين ان الوقت اللي الست دي خرجت فيه من المبنى متوافق تماما مع الوقت اللي حصلت فيه الجريمة. عشان كده لأول مرة الشرطة بقى عندهم معلومة مهمة جدا عن المجرم، وهي ان المجرم اللي بيدوروا عليه في القضية دي كان واحدة ست مش راجل. الشرطة أخدوا صور من لقطات المراقبة اللي معاهم ونشروها لكل الناس عشان لو أي حد اتعرف على الست دي يبلغ الشرطة. عملوا كمان مكافأة 38,000 دولار لأي حد يساعدهم في إنهم يوصلوا للمجرم. وبعد يومين بس من إعلان المكافأة دي، وتحديدا يوم 11 مايو سنة 2008، الشرطة وصل لهم معلومة من سواق تاكسي بيقول إنه شاف الست اللي هم بيدوروا عليها دي وهي واقفة عند المطار مستنية ركاب، لأن الست دي كانت سواق تاكسي. الشرطة بعتوا المعلومات اللي معاهم للضباط اللي في المطار عشان يشوفوا لو أي سواق التاكسي متوافقة للمواصفات اللي بيدوروا عليها. وفعلا ضباط الشرطة في المطار لقوا واحدة مشابهة تماما للي ظهرت في كاميرات المراقبة. الشرطة اتكلموا معاها وسألوها عن جريمة قتل يان سوان، وهي قالت لهم إنها ما تعرفش أي معلومات عن الجريمة دي وإنها أصلا عمرها ما راحت للمنطقة اللي حصلت فيها الجريمة. قالت لهم كمان على حجة غياب قوية جدا في الوقت اللي حصلت فيه الجريمة، والشرطة لقوا إن حجة الغياب دي كانت صح. عشان كده الشرطة اقتنعوا إنهم قبضوا على الشخص الغلط وإنهم بس قبضوا عليها لأن كان فيها شبه كبير من الصورة اللي معاهم. الشرطة بعد كده هيوصل لهم مكالمة من واحدة تانية بتقول إن الست اللي هم بيدوروا عليها تبقى واحدة من أولياء الأمور في مدرسة اسمها تين شوي الابتدائية. وفعلا يوم 14 مايو سنة 2008 الشرطة اتجهوا ناحية المدرسة دي وفضلوا مستنيين الست اللي هم مشتبهين فيها.
وأول لما توصل للمدرسة هي والطفلة اللي بتوصلها ويقولوا لها إنهم مشتبهين فيها في جريمة قتل حصلت من شهرين، هتقول لهم إن فعلا هي الشخص اللي هم بيدوروا عليه. الست دي كان اسمها لي روكسي يانج وعندها 48 سنة في الوقت اللي اتقبض عليها فيه. الشرطة عرفوا إن لي روكسي يانج عاطلة عن العمل وزوجها توفى بالسرطان من كام سنة، وهي دلوقتي عندها ولدين. ابنها الكبير كان متجوز ومخلف بنت، بس بنته في الوقت الحالي كانت عايشة معاها وهي اللي كانت بتصرف عليها. الشرطة عرفوا كمان إن لي روكسي يانج اتقبض عليها قبل كده 4 مرات، كلهم كان بغرض السرقة، وأول مرة اتقبض عليها كان عندها 15 سنة بس. الشرطة أخدوها لاسم الشرطة وبدأوا يتكلموا معاها عن جريمة قتل يان سوان، وهي قالت لهم إنها ما كانتش تقصد تقتل أي حد، وإن الجريمة دي حصلت لأنها كانت موجودة عند يان سوان عشان تاخد فلوسها. وقبل ما الشرطة يسألوها هي ارتكبت جرائم تانية ولا لأ، لي روكسي يانج هتقول للشرطة إن دي مش الضحية الوحيدة بتاعتها، وإنها قتلت واحدة تانية اسمها كي يوان. بس أكتر حاجة لي روكسي يانج كانت مصممة عليها وبتقول عليها في كل مرة بتتكلم معاهم إنها قتلت الضحيتين دول بالصدفة وما كانتش تقصد تقتلهم. الشرطة سألوها عن الجريمة الأولى اللي حصلت للجو جين في مبنى نامت شاك، وهي قالت إنها ما تعرفش أي حاجة عن الجريمة دي. والشرطة كمان لما دوروا في مسرح الجريمة لقوا إن مفيش أي دليل يربطها بالجريمة دي. الشرطة طلبوا منها تقول لهم تفاصيل الجرائم اللي هي عملتها، وهي وافقت تقول للشرطة على كل التفاصيل بس من وجهة نظرها هي. لي روكسي يانج بتقول إن سنة 2001 لما زوجها مات بسبب السرطان أخدت فلوس تأمين على حياته حوالي 63,000 دولار، وقبل حوالي 10 سنين كانت بتشتغل نادلة في مطعم وتعرفت على واحدة اسمها اي ماي. اي ماي بعد كده هي اللي عرفتها على يان سوان وكي يوان. في يوم من الأيام كي يوان اتصلت بيها وقالت لها إن ابنها أخد قروض من أماكن كتير جدا وكل يوم الفايدة بتزيد عليه، ده غير كمان إن أصحاب الديون مغرقين الأبواب بتاعتها باللون الأحمر وبيهددوهم إنهم لو ما دفعوش هيحرقوا البيت وهم موجودين جواه. لي روكسي يانج بتقول للشرطة إنها تعاطفت مع كي يوان جدا رغم إنها تعرفها من مدة بسيطة، عشان كده قررت إنها تسلفها 6300 دولار. ولما رجعت لها بعد فترة عشان تاخد الفلوس بتاعتها كل مرة كانت بتقول لها على سبب مختلف عشان تأخر دفع الفلوس. لي روكسي يانج بتقول إنها صحيح كان معاها مبلغ كبير جدا بعد موت زوجها، إلا إنها بعد فترة اكتشفت إنها مصابة بالسكر، ده غير إن هي اللي كانت بتصرف على حفيدتها، عشان كده فجأة الفلوس اللي معاها خلصت وكانت بتاخد من الرعاية الاجتماعية حوالي 500 دولار بس في الشهر. وسنة 2006 لما كانت بتمر بكل الظروف دي اتجهت لبيت كي يوان عشان تطلب منها الفلوس بتاعتها. وعلى حسب كلامها ان مش بس كي يوان رفضت انها تدفع الفلوس اللي عليها، دي كمان اخدت خشبة من البيت وكانت بتحاول انها تهجم عليها. لي روكسي يانج بتقول انها اخدت الخشبة دي من كي يوان وضربتها بيها على راسها وهي وقعت على الارض. وطبعا بعد الموقف ده كانت خايفة جدا من اللي حصل وهربت من البيت. الشرطة سألوا لي روكسي يانج عن الجريمة اللي حصلت ليان سوان، وهي قالت لهم في الاعترافات بتاعتها إن قبل موت زوج يان سوان كانت عايزة تشتري قطعتين أرض تعملهم مقابر ليها ولزوجها، عشان كده استلفت منها 3800 دولار وقالت لها إنها هترجعهم على طول. وبرضه لما أخدت منها الفلوس دي اتصرفت بنفس الطريقة بتاعت كي يوان ورفضت إنها تدفع الفلوس اللي عليها. في الوقت ده لي روكسي يانج كانت بتمر بظروف صعبة جدا وكان عليها ديون ب 2500 دولار، وصاحب الديون دي كان بيقول لها إنها لو ما قدرتش تدفع هيخلي الخدمة الاجتماعية ياخدوا منها حفيدتها. اتجهت في الوقت ده ليان سوان لأن هي الوحيدة اللي ممكن تنقذها من الموقف ده، بس برضه حصل معاها نفس اللي حصل قبل كده، ويان سوان هجمت عليها وكانت عايزة تضربها، عشان كده كانت بتدافع عن نفسها، وده كان سبب في موت يان سوان. اعترفت كمان إنها سرقت كل متعلقات يان سوان، والشرطة ما عملوش أي مجهود عشان ياخدوا منها الاعترافات دي. بس السؤال المنطقي اللي أي حد هيتفرج على الفيديو لازم يسأله، هو الاعترافات اللي هي قالتها دي هي فعلا الحقيقة اللي حصلت؟ أفراد الشرطة بدأوا يضغطوا أكتر على لي روكسي يانج وقالوا لها إن مفيش أي حد مصدق الاعترافات اللي هي قالتها. ومع الضغط المستمر بتاع الشرطة لي روكسي يانج هتقول لهم إنها فعلا كانت بتكذب عليهم. لي روكسي يانج بتقول في الاعترافات الجديدة إن اللي كان عليه فلوس فعلا ليها ما كانش الضحيتين دول، وإنما صديقتها إي ماي. ولما الشرطة سألوها طب انت اتعرفتي على الضحايا دول ازاي؟ قالت انها اتعرفت عليهم في الشارع بالصدفة وتعاملت معاهم بلطف وبطريقة كويسة لحد ما وثقوا فيها وبعدين ارتكبت الجريمة بتاعتها. لي روكسي يانج بتقول
إن يوم 5 ديسمبر سنة 2006 شافت واحدة كبيرة في السن خارجة من البنك، والست دي طبعا كانت كي يوان. في الوقت ده كي يوان وقعت من على السلم، عشان كده لي روكسي يانج قربت منها عشان تساعدها، وعرضت عليها كمان إنها توصلها للبيت. هي بتقول إن لحد الوقت ده كان كل هدفها إنها تساعد الست الكبيرة في السن، وفعلا ساعدتها ووصلت معاها للبيت، والاتنين فضلوا يتكلموا مع بعض في البيت لمدة ساعتين تقريبا. وقبل ما تمشي من عندها هما الاتنين اتفقوا إنهم يتقابلوا بكرة عشان يكملوا كلامهم مع بعض. تاني يوم لي روكسي يانج وصلت للبيت وفضلت تتكلم مع كي يوان عن الظروف اللي هي بتمر بيها، وطلبت منها إنها تسلفها مبلغ بسيط حوالي $250. كي يوان كانت بتعمل شاي في اللحظة دي، بس لما سمعت الكلمتين دول اتضايقت جدا وقالت لها انت عايزة تستلفي مني فلوس ليه؟ انا اصلا معرفكيش. وبدأت ترش مية مغلية على لي روكسي يانج وهجمت عليها. لي روكسي يانج بتقول انها كانت بتدافع عن نفسها، عشان كده مسكت عصاية موجودة في البيت وضربتها بيها اكتر من مرة، وهي كانت بتصرخ بصوت عالي جدا. وعشان الجيران ما يسمعوش اي صوت اخدت شريط لاصق ولزقته على بقها عشان ما تعملش اي صوت، وربطت ايديها بالشريط اللاصق. لي روكسي يانج بتقول انها عملت كل ده عشان تسكتها، وانها ما كانتش تقصد تقتلها ولا حاجه. ولما حست ان كي يوان فقدت الوعي اخدت الشريط اللاصق والعصايه اللي ضربتها بيها وغسلتهم كويس جدا واخدتهم وهربت من مسرح الجريمه. اكدت كمان للشرطه اكتر من مره انها ما كانتش عايزه الست دي تموت، وكانت عايزه اي حد من الجيران يكتشف جثتها وبعدين ياخدها للمستشفى. والدليل على كده انها كانت سايبه المفتاح في باب الشقه من بره عشان اي حد يكتشف اللي حصل ويكلم الشرطه. قالت كمان انها ما سرقتش اي حاجه من مسرح الجريمه رغم انها كانت محتاجه الفلوس جدا، وده دليل انها ما كانتش مخططه ولا عامله حساب انها تعمل جريمه. لي روكسي يانج بتقول ان الاخبار لما بدات تنتشر عن الجريمه اللي حصلت كانت شايفه ان في حاجه مش مفهومه، لان مسرح الجريمه اللي ظهر في الاخبار ما كانش بنفس الشكل اللي هي سابته وهربت من الشقه. على حسب كلامها هي لما هربت من مسرح الجريمه ما كانش فيه مكان لتنظيف الدم على الارض، ده غير ان وضعيه الجثه كان مختلف عن الشكل اللي هي سابتها بيه. عشان كده بتقول انها متاكده بنسبه 100% انها لما خرجت من الشقه في حد دخل بعدها لمسرح الجريمه ونظف المكان وبعدين بلغ الشرطه. الشرطه بعد كده سالوها عن تفاصيل الجريمه التانيه واللي حصلت ليان سوان، وهي قالت لهم ان في فبراير سنه 2008 كانت بتعاني من مشاكل ماديه كتير جدا، وكانت واخده فلوس من اصحابها ومن ابنها الصغير، وكانت بتعمل كده عشان تشتري ملابس لحفيدتها. بس فجأة كل الناس دول كانوا بيطلبوا منها الفلوس بتاعتهم. قالت كمان ان هيئة الاسكان طردوها من الشقة اللي كانت عايشة فيها وطلبوا منها انها تدفع $2500 متأخرين من الايجار بتاعها. يوم 4 مارس خرجت للشارع عشان تدور على اي ماي وتاخد منها الفلوس بتاعتها، بس وهي في الطريق شافت 2 ستات كبار في السن قاعدين قدام متجر وبيتكلموا مع بعض. فضلت مراقبة الاتنين دول لحد لما دخلوا مبنى مع بعض، وتعمدت انها تركب معاهم الاسانسير ووصلتهم كمان لحد الشقة. واحدة من الاتنين دول سابتهم ومشيت، وهي دخلت للتانية مع الشقة بتاعتها، والاتنين اتكلموا مع بعض لمدة نص ساعة تقريبا. لي روكسي يانج طلبت من الست دي انها تسلفها فلوس، وقالت لها انها لو وافقت تديها فلوس هتبقى بتنقذ عيلة كاملة. وفعلا صعبت على الست دي وقررت انها تساعدها، وقلعت الذهب اللي كانت لابساه في ايديها وادته لها. لي روكسي يانج بتقول انها كانت شايفه ان الذهب ده مش كفايه انه يحل كل مشاكلها، عشان كده طلبت من الست دي انها تسلفها فلوس اكتر. في الوقت ده يان سوان اتضايقت جدا وقالت لها مش معايا فلوس، وبدات تتعصب عليها وتعمل صوت عالي. ولانها كانت خايفه ان الصوت ده يخلي الجيران يسمعوا ويحصل مشكله كبيره، قررت انها تستخدم الشريط اللاصق عشان خاطر تكتم نفسها، وبعدين ربطتها من ايديها ورجليها وضربتها اكتر من مره، واخدت الذهب اللي معاها وهربت من البيت. الشرطه لما سالوا لي روكسي يانج انت ليه كنت سايبه قطعه قماش على وش الضحيه، قالت انها اتعمدت انها تسيب قطعه القماش دي لانها كانت خايفه على الضحيه ان يجي لها برد. والله قالت انها خايفه على الضحيه ان يجي لها برد. قالت كمان انها شافت المحفظه بتاعتها، بس هي كانت حاسه بالندم بعد اللي عملته، عشان كده ما اخدتش غير الذهب بس اللي يان سوان ادته لها بارادتها. قالت كمان انها كل يوم بتحس بالندم بسبب اللي هي عملته، وبتفكر كل يوم في انها تقتل نفسها، بس بتقول ان اللي منعها من انها تعمل كده ان هي الوحيده اللي بتاخد بالها من حفيدتها. وبتقول ان بعد جريمه يان سوان كانت واخده قرار انها تسلم نفسها، بس بتقول انها كانت مستنيه الاجازه بتاعت حفيدتها عشان تسلمها لحد من قرايبها وبعد كده تسلم نفسها للشرطه. الشرطه طبعا كان عندهم شك في معظم الاقوال اللي هي قالتها،
وكانوا عارفين انها بتعمل كده عشان تخرج نفسها من الجريمة بأفضل شكل ممكن. بدأوا كمان يدوروا في جرائم القتل المشابهة واللي حصلت لستات كبيرة في السن بغرض السرقة، ولقوا ان في اكتوبر سنة 2002 في واحدة عندها 75 سنة اتقتلت في بيتها، وبرضه في القضية دي الضحية كانت مربوطة من ايديها وكان في شريط لاصق على بقها. وفي يناير سنة 2003 في جريمة تانية حصلت لواحدة عندها 75 سنة وبرضه كانت عايشة لوحدها وكانت مربوطة من ايديها ورجليها وفي شريط لاصق موجود على بقها. الشرطة لما سألوا لي روكسي يانج عن الضحايا دول قالت انها ما تعرفش اي حاجة عن الضحايا دول وانها اعترفت بكل الجرائم اللي عملتها. قالت كمان ان الاعترافات اللي هي قالتها عن الضحايا التانيين كان من غير اي سؤال من الشرطة، معنى كده انها لو ارتكبت اي جريمة تانية اكيد هتقول لهم. ومع الضغط المستمر بتاع الشرطة اعترفت انها ارتكبت عملية سرقة يوم 23 فبراير سنة 2008. قالت انها في اليوم ده كانت عاملة نفسها بتشتغل في الخدمة الاجتماعية واتجهت ناحية بيت واحد كبير في السن عنده 80 سنة على اساس يعني انها تساعد الراجل ده في تنظيف البيت. بس في اليوم ده سرقت من البيت $1250. بعد الاعترافات دي الشرطة كانوا مقتنعين ان لي روكسي يانج مرتبطة ب4 عمليات سرقة حصلوا بنفس الطريقة دي تقريبا. بس لان الشرطة كانوا عارفين ان الضحايا دول كلهم كبار في السن وهيبقى صعب انهم يروحوا للمحكمة ويشهدوا بكل اللي حصل، فالشرطة قرروا انهم يقدموا لي روكسي يانج للمحاكمة في القضايا اللي معاهم بس، وهم جريمتين قتل وجريمة سرقة. ويوم 18 أغسطس سنة 2009 بدأت محاكمة لي روكسي يانج، وهي قالت انها غير مذنبة في كل التهم الموجهة ليها وان الجرائم اللي هي عملتها دي عملتها بالصدفة. طبعا الادعاء ما كانش مصدق كل الكلام اللي هي قالته، وكانوا شايفين ان الاعترافات اللي هي قالتها دي عشان بس تحسن من صورتها. والدليل على الكلام ده ان يان سوان كانت بتتكلم بلغة اسمها فوجين، واصلا لي روكسي يانج ما كانتش بتعرف تتكلم اللغة دي، فازاي الاتنين قعدوا يتكلموا مع بعض وقالت لها على المشاكل اللي عندها وطلبت منها فلوس. طبعا لي روكسي يانج ما كانش عندها اي تفسير هم ازاي عرفوا يتواصلوا مع بعض. الادعاء كمان بيقول ان الشخصية اللي هي قالت عليها اللي اسمها ايماي ما كانش ليها اي وجود، هي بس اخترعت الشخصية دي عشان تقول انها سلفتها فلوس. ولما طلبوا منها اي معلومات عن الشخصية دي قالت انها ما تعرفش عنها اي حاجة. بعد 10 ايام من المحاكمة وتحديدا يوم 28 أغسطس سنة 2008 هيئة المحلفين أجمعوا إن لي روكسي يانج اللي عندها 48 سنة مذنبة في جريمتين قتل من الدرجة الأولى واتحكم عليها بالسجن مدى الحياة. بس كده تكون انتهت قضية النهاردة، وكنت طبعا عايز أعرف رأيكم. هل شايفين إن لي روكسي يانج كان ليها ضحايا تانيين وإنها قاتل متسلسل، ولا هي اعترفت بكل الجرائم اللي هي عملتها بدليل إنها اعترفت على الضحيتين من غير ما أي حد يسألها؟ مستني رأيكم في الكومنتات واشوفكم في فيديو جديد. سلام.